رمضان في الغربة، وسربيا وتركيا وسويسرا، فيها مقطع طول أصحابي. تابعوا الفيديو وصلتكم بكل شيء. واي السلام عليكم، وينكم الولاد؟ صباح جوكم مرقلين؟ ان شاء الله رمضانكم مبروك ويتعاود عليكم بالصحة وتصوموا بالصحة ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، جوكم باهي. والله في الحلقة هذه باش نحكي كيف، باش نحكي شوية برشا مواضيع هي داخلة بعضها، مش كان موضوع واحد، عندنا برشا مواضيع. عندنا الموضوع الأول صاحبي، رمضان في الغربة صاحبي. رمضان صعيب برشا، صعيب تحس روحك كان انت صايم، تمشي في الشارع كان انت تحس روحك صايم. هذه حاجة معناها تعرفوها الناس الكل. وباش نحكي لكم بالله فما، باش نحكي لكم شوية فهمت، ان شاء الله توصل معلومة كما نحب نوصلها انا، فهمت؟ ان شاء الله معلومة توصل كما نحب نوصلها. راوكي مثلا اعطيتك اكزامبل، باش نعطيك اكزامبل. مثلا واحد من صاحبي فهمت خارج، مشي تركيا ولا مشي صربيا ولا مشي اموره هذيك، باش يمشي هو اموره فهمت. يعني كي توصل انت غادي مثلا تركيا نكلمك انا، تكلمني معناها باش نعطيك النقاط، باش نعطيك معلومات شوية على تركيا. على راهو كلمني مرحبا بيك، ما قلتش لا انا فهمت، باش تبدو واضحين من تو. انا اخويا مستعد نعاون الناس الكل، حتى العدو نعاون، خاطرني نعرف اللي تركيا وصربيا بتحس هي تحس بلاد اللي يمشي على نيته مانا باش ياكل البارد، خاصة في تركيا. اما لازمك صاحبي تكون انت بمخك شوي صح، مش تعمل كلانيانية ولا تعمل كان على هذاك باش ينقذك ولا باش يعطيك معلومة ولا فهمت. لازم صاحبي تعرف انت روحك، وتعرف تخدم زاد مخك شوي وتتمنصت، فهمت. لازمك انت تو انت ماشي الغربة. انا كما قلت لكم انا خرجت وحدي فهمتني، والله نحكي اني صايم بالك نحكي فهمت، نحكيكم في القصة الصحيحة. انا خرجت وحدي كما قلت لكم، بتعرف الناس الكل بقى ما علمني حد، انا ما كلمني حد وما سأل علي حد ترى، فهمت، لا في تركيا ولا في صربيا ولا في شيء، والحمد لله الواحد وفق ربي وكذا. معلومة نحب نوصلها لكم خويا، لازم تتعمل على روحك، واضح، لازم تتعمل على روحك. نعطيك تحب نقطة نعطيك، تحب معلومة نعطيك، كل شيء، فهمتني صاحبي. اما مثلا انت ما تعرفش المغازة هذه اللي هي 20 متر على يعني تو تسألني عليها وين هي بالضبط، وانت موجود في بلاصة وموجود حداها، ما يجيش صاحبي. لازمك تخدم مخك، لازمك تفرض وجودك، خاطرك انت ماشي الغربة وحدك، انت نهار اخر باش تلقى روحك وحدك. وفي الغربة لهنا ربع معلومة ما تسمحهاش صاحبي، ربع معلومة ما تسمحهاش، ولا تفركس على ببلينات بعد عام باش تلقاه، فهمتوني الولاد. ما نحبش معناها كيفاش ان شاء الله اخويا تفهمها مع هذه المعلومة اللي حكيتها لكم، ان شاء الله اخويا تفهمها، فهمتني. وراني ما نقصد حتى شيء، راهو انا كما قلت لكم
اما اخوي لازمك كما قلت لك لازمك تفرض وجودك، تفرض وجودك، تفرض وجودك التام صح، تفرض وجودك، ما تخليش روحك تسأل هذاك وهذاك 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 وهذاك، هذه الإمكانية هيك عدوا عليك فهمتني. لازمك انت تفرض وجودك وتحاول تحقق الأحلام تاعك انت، وسهلة كل شيء سهل راه في الدنيا هذه، كل شيء عنده حل في الدنيا إلا الموت فقط. كل هذه ما أي حاجة في الدنيا هذه عندها حل، أي حاجة، فماش حاجة ما عندهاش حل. ربي يقول لك يخلق الدواء ويخلق معها الدواء، ما يخلقش واحد، فهمت؟ بالمناسبة هذه يا خويا ربي إن شاء الله يسهل لكم ويسيسر رواحكم، فهمتني ولا؟ ورد بالكم المتحايلين خاصة في تركيا، وفمك عباد في صربيا متحايلين ونتمنى لكم كان الخير. أنا أخويا نتمنى لكم كان الخير، نتمنى لكم النجاح، نتمنى كل واحد خويا يحقق أحلامه ويحقق اللي يحبه، فهمتني؟ والباقي خويا كل شيء فاني وربي يسهل فيه. واللي نقص معلومة ولا نقص حاجة ولا عنده بروجرام هو يكلمني أنا نقوله. وننصح الجماعة اللي جايين في رمضان يأجلوها بعد رمضان أحسن. والله أنت خارج صاحبي في رمضان علاش معمل؟ علاش معمل في رمضان خارج؟ فما حد شي في رمضان يشمك الجوع باش تفطر باش تصيم مشكلة. خليها بعد رمضان صاحبي، تلقى روحك أنت صيف، تلقى سخانة وتلقى كل شيء أمورك واضحة. إن شاء الله خويا ربي يسهل لكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك. وإذا فما حاجة ما تنسونيش بابوني وكومنتير، والسلام عليكم.